جارتي الناصحه بتسالني هتطبخي ايه النهارده، قلت لها صينيه بطاطس. فقالت لي ارداحي ولا باللحمه؟ قلت لها شاريه وركين كده من عند الفرارجي بمبلغ وقدره، فلو سمحتي ما تندهليش باسم تاني، قولي لي يا ست هانم. قالت لي طب خلاص هقول لك على حاجه، انا عندي حتتين فراخ، حطيهم على الفراخ اللي عندك واعملي لنا بيها اكله كده من اللي بتجيب الريحه لاخر الشارع، وتكون سريعه. بصراحه لان الانبوبه عندي خلصان. قلت لها اه قولي كده بقى، قولي ان الانبوبه عندك خلصان. ماشي يا ستي. قالت لي كمان وهقف معاكي. قلت لها طيب تعالي. جبت الوراك كده نقعتهم في ميه وخل وليمون وملح وجنزبيل، وشطفتهم كويس جدا ونشفتهم كويس، وبعد كده غزيتهم كده كام غزه بالسكينه عشان التتبيله تدخل جواها. تمام تمام. طيب خدي بقى كمان الحبتين البطاطس دول عشان ايه تظبط معاك الصينيه يا ستي. طب خليها علينا. قالت لا ما ينفعش. طيب الزيت عليا والسمنه عليكي مش عارفه ايه. طيب تمام يا ستي مفيش اي مشكله. طب ليه لا لما نعمل الفكره ديت، يعني تبقى غدوه حلوه، تبقى عزومه حلوه في الغلا اللي احنا فيه وداخلين على شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. العزومات هتبقى مكلفه جدا، فليه لا ان احنا نتشارك مع بعضنا الوجبات، وكل واحد من عنده، ده هيجيب طبق وده هيجيب طبق، ده هيجيب اكله وده هيجيب اكله، سواء ماديا المشاركه او ان احنا بنجيب ونشارك بالاكل. ليه لا؟ ايه المشكله؟ المهم جبت البطاطس قشرتها وقطعتها بقى ترانشات كده او اي تقطيعه تفضليها. تمام تمام. حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها. هنعمل طبعا صينية بطاطس بالفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي، والتركات اللي فيها هتعجبكم جدا. جبت بقى بتاع مثلا 3 4 بصلات كده وقطعتهم لترانشات برضو، ما تقطعيهاش مفرومة ناعم عشان احنا مش عايزين المية بتاعت البصل. قطعيها بالشكل دوت لدوائر او شرايح جوليان يعني. وجهزت بقى التوابل بتاعتي: ملح وفلفل، كزبره على كمون، كبابه صيني، بابريكا، فص حبهان، زعتر، بهارات لحمه، قرفه، وورق لورا، وشويه من الجنزبيل، وهبشر بشره بسيطه من جوز الطيب. نزلت بالتوابل بتاعتنا كده على البصل، وبشرت جوز الطيب. اللي مش بيحب جوز الطيب يقدر يستغنى عنها طبعا. دي كلها اختيارات، لو مفيش عندك نوع معين من البهارات مفيش اي مشكله. بس صدقوني كل نوع من البهار بيدي تيست معين كده بتحسيه في الطعم قوي. تمام. احنا مش بنحط بهارات كتير. بمعنى ايه بقى؟ مش هحط معلقه كبيره بابريكا، مش هحط معلقه كبيره زعتر، يعني حاجات كده خفيفه على طرف المعلقه. المهم دعكت البصل كويس جدا بالملح والفلفل وشويه البهارات كويس جدا. شايفين الفتره اللي انا بدعك فيها فتره مش قصيره، بتاع مثلا دقيقتين 3 كده. بدعك كويس البصل بالبهارات دي بتدي تيست حلو قوي ليها. تمام تمام. يلا اللي نسي يضغط لايك يضغط لايك للفيديو، واكتبوا لي برضو تعليق لأي استفسار، وقولوا لي بتعملوا صينية البطاطس بالفراخ او باللحمة ازاي. طبعا كل واحدة وليها عدلها في الاكل، يعني كل شيخ وله طريقة زي ما بيقولوا. نزلت بالبطاطس كده ودعكتها مع البصل. كل واحدة زي ما قلت لكم ليها طريقة. فيه اللي يسلق الفراخ، وفيه اللي يديها تشويحة على النار الاول، وفيه اللي يحطها على النار. مفيش اي مشكلة، كل واحد واختياراته، كل واحد وذوقه. وكل طريقة من الطرق دي بتدي تيست معين للصينية بتاعتك، لصينية البطاطس بتاعتك. جبت طبعا قرن فلفل حار وقطعته لشرايح بالشكل دوت برضو على صينية البطاطس. شيل ايدك يلا، شيل ايدك. ايه؟ عمال اقول لك هات لي مرقة الدجاج من بدري، وفي الاخر لسه راجع لي بمرقة الدجاج والباقي. ايه ده؟ مكعب المرقة بجنيه كمان؟ يلا لنا الله. الحمد لله. جبت كام حبايه طماطم كده، بتاع 3 حبات. انا استخدمت حوالي كيلو الا ربع من البطاطس، وبتاع مثلا 3 4 حبات طماطم. انا بصراحه في مقادير الاكل دايما بتبقى بالنظر، يعني مش مثلا نص كيلو طماطم نص كيلو البطاطس، لا بتبقى يعني ايه الموضوع تقديري اكتر. قطعت لشرايح من الطماطم بالشكل دوت على صينيه البطاطس. زي ما قلت لكم كل واحده لها عدلها. في اللي يحط برضو البطاطس شرايح، وفيه اللي يفرمها في الخلاط. برضو انت وذوقك واختياراتك، وكل حاجة زي ما قلت لكم بنعملها في الاكل بتدي تيست معين. المهم 3 4 حبات طماطم في شفشق الخلاط. نزلت عليهم بكيس من الصلصة، كيس اللي هو ب3 جنيه ده، او معلقتين من الصلصة، مكعب المرقة الدجاج، ونزلت كمان معاهم بمعلقة كبيرة من السكر عشان حموضة الطماطم. تمام. وشوية مية صغيرين، وضربتهم في الخلاط مع معلقة من الثوم المفروم.
ممكن تضيفي هريسة شطة على البطاطس، وممكن ما تضيفيش، طبعا دي اختيارات ترجع لك انت. عندي بقى سر حربي خطير من اسرار ماما. معلقة دهنة اللي هي من بتاعة الخروف بتدي تيست عالي قوي، وبتعلي التيست معاكي جدا في الاكله دي. تقدري تسيحيها، تكون سايحه يعني عندك، او انا كانت عندي موجوده في الفريزر، قطعتها كده وحطيتها على الصينيه. وتاني سر من الاسرار الحربيه بتاع صينيه البطاطس بتاعت امي، بتحط شويه من خضره المحشي، شبت وبقدونس وكزبره، يعني حوالي معلقتين كده على الصينيه وعلى المكونات، وبخلطهم مع بعض. قد ايه بتدي تيست رائع. وبصراحه انا ما شفتش اي حد عمل التركه ديت في صينيه البطاطس. المهم، جبت اللحمه او الفراخ ووزعتها على صينيه البطاطس بالشكل دوت. جبت عصير الطماطم بقى اللي محطوط عليه التحبيشات بتاعتنا، ونزلت عليهم بشويه من الزيت. وتقدري كمان ما تضيفيش زيت، مفيش اي مشكله، كده كده الفراخ هتنزل السوائل بتاعتها. ضفت بقى صلصه الطماطم بالشكل دوت على الصينيه بتاعتنا، ووزعتها كويس جدا. المهم بدأت أوزع الصلصة بتاعتنا بالشكل دوت، أو عصير الطماطم على صينية البطاطس. طبعا أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. ممكن بقى تاخدي الصينية بتاعتك كده هيلا بيلا على البوتاجاز عشان تختصري وقت الفرن براحتك. بس انا حطيتها في الفرن مباشرة. كمان تقدري تغطيها بألومنيوم فويل، وتقدري تسيبيها مكشوفة بس مشغلة درجة الحرارة على درجة حرارة عالية، او غطيها بغطا، مفيش اي مشكلة. انا بقى بحاول ان انا اوزع كده الخضار بتاعنا على صينية البطاطس بحيث يبان ان انا عاملة ايه. طبعا هي واقفة جنبي ومعايا وشايفاني وانا بعمل الصينية كلها. هدخلها بقى الفرن بتاعنا الحلو دوت اللي بيجيب الريحة لاخر الشارع. بسم الله ما شاء الله. قلت لكم كان المفروض ان انا اغطي صينيه البطاطس، لكن انا ما حبيتش ان انا اغطيها. فخدت لون شويه كده، مفيش اي مشكله، كده كده احنا محدش بياكل الجلد، ولو انه بيدي برضو تيست حلو قوي. هاخد بقى شويه كده من الصلصه اللي ظهرت كده، واوزع منها على الفراخ من فوق والخضار. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انت حره في ان انت تنشفي صينيه البطاطس او تسيبيها فيها صوص. انا بحب انشفها شويه. هنا البطاطس واخده لون زي الفل ما شاء الله. والطعم بقى والريحه عايزه اقول لكم جنان بصراحه، ما شاء الله تحفه. فلو مش بتعملوا صينيه البطاطس بالطريقه دي، جربوا الطريقه دي وجربوا شويه التريكات اللي انا عملتها، وان شاء الله هتعجبكم. هتاكلوا بقى احلى صينيه بطاطس. هي مش هتاخد في الفرن حوالي ساعه الا ربع مثلا، وهتطلع دايبه بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق واشتراك لو اول مره تزوروا القناه، واشوفكم على خير.